خبر حزين جدا 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 عن يوسف وعن نيره حوارات. انا عايز يا جماعه محدش يزعل. بصوا اللي انا هقوله ده، اتمنى بس الناس تفهم كويس وتاخد كلامنا كويس، واحنا بنقول الكلام اللي يرضي ربنا. يعني بصوا، الكلام موجود اهو. يعني انا مش عارف اقولها ازاي ولا اوصفها ازاي. يعني انتوا شايفين اهو قدام حضراتكم، وهنتكلم في كل تفصيل. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، طبعا يعني نعطل لساننا بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ونصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجمعة مباركة عليكم النهارده الجمعة. أكثروا في الصلاة على الحبيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بصوا يا جماعة، سبب غياب يوسف اللي كل الناس وحد محترم من حضراتكم طلب مني، ممكن ترد عليا، ممكن طبعا تقول لي فين يوسف ويوسف غايب ليه. انا اهو يا ست الكل، بفيديو مش بس في رسالة رديت على حضرتك. اتمنى حضرتك تكوني متابعة الفيديو ده وتعرف ان انا رديت على حضرتك من خلال الفيديو. بقول لحضرتك يوسف مش موضوع امتحانات ولا ان هو يعني النتيجة مش احسن حاجة ولا الكلام ده كله. قولا واحدا قولا واحدا، يوسف مش عايز يظهر في اليوتيوب طول ما اخته تعبانة ومش بتظهر. طول ما نيرة تعبانة ومش بتظهر، هو مش حابب يظهر خالص. وده سبب غيابه الفترة الأخيرة، من وقت لما نيرة تعبت وهو مش ظاهر. هتقولي طب ما كان يعني قبل كده ما كان برضه غايب. اه كان فترة امتحانات، انا معاكم في القصة دي. ولكن من بعد لما البنت تعبت، الولد يعني احنا شايفين محمد حوارات، وكل اللي يروح لازم يعني هو شايف. يعني انتوا شفت اخر مرة محمد ازيك يا يوسف؟ يعني هو يوسف موجود مع نيار، موجود معاها. ولكن الولد زعلان زعل كبير جدا على اخته. زعلان زعل كبير جدا على اخته، عشان الناس بتسأل هو بخير وزي الفل مفيش اي حاجة. ولكن هو بس اليومين دول معاه، اليومين دول معاه. فهم مش عايزين يضغطوا عليه، مش عايزين يقولوا لا اطلع الناس بتسأل ما اعرفش ايه. حتى نيار بتظهر او بصوتها، برضو مش عايزين يضغطوا عليها انها تظهر بصورتها، لان الناس برضو مع ان الناس عايزه تطمن عليها، ولكن يعني هم مش عايزين يضغطوا عليها ضغط كامل. ولكن انا كل يوم بستغرب، انا كل يوم بتفاجئ من الكلام اللي انا بشوفه. يعني انا امبارح اتكلمنا في قصه ابو زياد، ومعرفش كان الصوت واضح ولا لا، كنا بنصور، ولكن بتاسف لحضراتكم كان الصوت مش افضل حاجه. الفيديو نزل على قناه ترند الكابيتانو. كان صوت الهواء وكنت قاعد على البحر، فشفت الرساله او المنشور اللي ابو زياد منزله. انا استغربت، فقلت عملت قمت عملت فيديو واتكلمت في المنشور اللي هو بيحكي عن التشخيص. ورحنا الدكاتره، والدكاتره شافوا التحليل ما فيهاش حاجه، وكان التشخيص حمى البحر المتوسط. وبعد كده القصه ما كانتش كده خالص. وهو الراجل بيقول انا يعني عايز اروح لحد فاهم في التشخيص يشخص لي الحاله ازاي. طيب، واتكلمنا وقلنا يا جماعه انتوا مستنيين ايه؟ انتوا منتظرين ايه؟ يعني انتوا مستنيين لحد امتى وتقولوا احنا عايزين نروح؟ يعني هو الناس اللي هتعرفكوا تروح فين وما تروحوش فين فين. اكيد انتوا ناس طبعا عارفين الدنيا كلها وعارفين كل. تصرفوا، خدوا خطوه، مش تستنوا ان انتوا تشوروا على المتابعين. طبعا المتابعين على عيننا وعلى راسنا، وانتوا برضه مش مقصرين، ولكن احنا عايزين نستعجل في الامر ده. طيب، دخلت النهارده على برضه الفيسبوك بستغرب، لقيت برضه منشور نازل. حد يعرف دكتور امراض دم شاطر؟ يعني احنا دلوقتي طلعنا من التشخيص اللي هو التحاليل، هم عايزين دكتور يعني دكتور دم عنده تجربة. لأن في القاهرة ببعت يبعت لينا، لأن نيارة طلع مش عندها حمى البحر المتوسط ومحتاجين دكتور أمراض دم. ودعواتكم لنيارة. ممكن تقولوا لنا على دكتور كويس عن تجربة شاطر أمراض دم نروح له، ويفضل يكون في القاهرة، عشان نيارة دلوقتي في القاهرة والسفر هيتعبها. يعني نيارة دلوقتي موجودة في القاهرة وما ينفعش إن هي تسافر أو السفر هيتعبها.
فما ينفعش ان هي تطلع بره القاهره، مثلا يكون في اسكندريه، يكون في المنصوره، لا يكون في محيط القاهره. فاحنا لما قلنا السفر بره طيران وفي رعايه وفي عنايه، البنت مش هتكون مجهده، لان بما ان هي في القاهره، فمطار القاهره قريب جدا، فمش هيكون في تعب، ولازم هيكون في مرافق، فكانت الامور هتكون اسرع والنتيجه هتكون احسن، والنتيجه هتكون احسن. ولكن اهو كل يوم بنشوف، يعني شفنا قبل كده محمد حورات منزل، يعني يا جماعه احنا عملنا كل التحليل وكل اللي الدكتور طلبه مننا ومش عارفين هي عندها ايه. يعني تخيلوا الموضوع وصل لفين. هجوم من الناس دخلت قالت يا محمد، انت لما كان تعب آلاء لما كانت تعبانة، رحت بآلاء لجميع الدكاترة، لدرجة ان انت سبت مصر ورحت الامارات ولفيت بيها على جميع الدكاترة، بفضل ربنا سبحانه وتعالى اتحسنت. مش عايزين نأثر او تأثروا مع البنت، فلابد ان يكون في خطوات سريعة. لابد ان احنا نكون اهو، يعني الموضوع دلوقتي دخل في قصة ان دكتور دم. لحد امتى بقى هنفضل نسأل ونستشير؟ لحد امتى هنقول دعواتكم والدعوات مطلوبة؟ لحد امتى هنفضل نحط يعني مبررات؟ يعني لامتى؟ لامتى؟ انا عايز يا جماعة ان احنا نسرع. انا ما بطلعش اقول اي كلام وخلاص، انا مجرد بس لما بشوف فيديو او اشوف حالة او اشوف رسالة، بطلع اتكلم مع حضراتكم واقول اللي بيحصل وايه المفروض يتعمل، وايه المفروض يتعمل. ما نقولش اي كلام عبث. مش ناس يعني عندنا فراغ، لا والله كل واحد عنده اللي يكفيه والزيادة. ولكن الواحد بيزعل لا قدر الله بنت يحصل لها حاجة، محدش هيلوم غير نفسه. بس اتمنى الرسالة توصل، وبشكر كل الناس المتفهمة الأمر وبتتكلم في حقنا كلام كويس وبتدعي لنا إن احنا يعني شغالين بالنا بالموضوع ومهتمين بالقصة ومهتمين بعلاج البنت وبالسرعة في الموضوع ده. اتمنى الرسالة توصل والدنيا تتحرك علشان خاطر نشوف البنت إن شاء الله يا رب كده تكون أفضل وأفضل وأفضل من الأول بإذن الله تعالى. بحبكم في الله، بشكركم على حسن الاستماع. اتمنى يا جماعة إن احنا نعجل في الأمور دي. محمد في بلد دكتور مليون، في مصر وبره مصر. اتمنى السرعه في القصه دي. سلام عليكم.